السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني، انا ايمي محمود ودي قناتي. لو عجبتك القناة ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس، وكمان لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك. وفي بداية الفيديو ما ننساش نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تاني حاجة ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يرحمهم ويصبرهم ويقويهم ان شاء الله، وكمان يصبر اخواتنا اللي في السودان ان شاء الله ربنا ينصرهم. يلا بقى تعالوا كده نشوف السمك السنجاري القمر ده من النهارده، مش هتاكلي سمك تاني غير سنجاري. يلا بقى انزلي حطي اللايك لو لسه ما حطيتوشي، وكمان انزلي اشتركي في القناه، ويلا سمي بالله وتعالي نشوف طريقه السمك السهله البسيطه دي. اخف طعم سمك هو اكل السمك السنجاري، طعمه خفيف جدا ومسكر وسهل جدا جدا، مش بياخد اي وقت. السمك السنجاري ممكن يتعمل من البلطي ومن المكاريل ومن البوري. النهاردة هنعمله من البلطي. معايا كده سمكتين مفتوحين من الظهر، نخلي الراجل بتاع السمك يفتحهم كده فتحة بسيطة من الظهر لغاية الاخر، وننضفهم كويس ونجحتهم بمية وملح، وبعد كده شطفتهم وصفيتهم كويس خالص من المية، وجبت التوابل بتاعتي. هحط عليه التوابل بتاعتي: ملح وكزبرة وكمون وكركم وتوم باودر وبابريكا وسنة فلفل او شطة صغيرين، واحط عليهم شوية عصير ليمون وشوية زيت. انا عملت سمكتين حطيت عليهم في الفنجان ده ليمونتين، عصير ليمونتين. واحط الخضار بتاعي بقى اللي هو بصل وجزر، وكمان ربطة شبت او كزبرة، بس الشبت بيبقى حلو خالص في السمك، وكمان طماطمايه وقرن فلفل اخضر. هنقلبهم كويس كده مع بعض، وهنجيب ورقة ألمونيوم. الورق الفويل ده هقطع ورقة كده مربعة طويلة، واحط عليها شوية زيت بسيطة عشان السمكة ما تلزقش في الورقة، وهرش عليهم كده شوية ملح من فوق علشان السمكة تتطعم برضو. وهنحاول نحط كده السمكة ونلف الورقة من الجناب. مفروض ان احنا يعني عشان ناخد راحتنا كويس ندهن، نحط السمكة ونلف الرول، بعد كده نحط الخلطة. تمام، بس مش مشكلة لو حطينا خلطة من الاول. هحاول كده الفها رول لجوه خالص وابرمها كده كويس، واعملها على شكل مركب. احاول اخليها على شكل مركب، هي ما طلعتش مركب بس انتوا تخيلوها ان هي شكل مركب. اهم حاجة ان احنا نعمل سور كده في الجناب عشان الخلطة ما تطلعش منها، ونلف كده الجناب ونحطها في صينية كبيرة. انا بعد ما لفيت الرول لقيته خلص، فقلت خلاص مش مشكلة، اركن ده على جنب واجيب الطبق ده ممكن بيتباع ب2 جنيه او 3 جنيه، مش فاكرة بصراحة، من بدري عندي ممكن يعني اخره بالكتير 5 جنيه. نحطه فيه بقى ونحط السمكية، وبرضو هيبقى طعمها حلو. ولو ما عندكيش الحاجات دي عادي ممكن تحطيها في صينية ألمونيا عادية، بس دهنيها من تحت عشان ما تلزقش معاكي لو هتحطيها في الصواني على طول. وبس كده حطيت التتبيله وشغلت الفرن. اهم حاجه ندخله السمك في فرن ساخن جدا، يعني الفرن تكون سخنت كفايه لمده ربع ساعه، وندخل السمك عليها عشان السمكه ما تنزلش ميتها ولا الخضار ينزل ميته، يستوي على طول. وبصوا مش بياخد اي وقت وبيطلع تحفه، ولا ريحته جباره بصراحه، جميل جدا. يلا تعالوا هندخلهم الفرن، ومش هياخدوا ربع ولا نص ساعة. أكلة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مش مكلفة ولا بتاخد معانا أي وقت. معلش هنا كان النور قطع والإضاءة مش حلوة، معلش يعني، بس تصوير برضو ظالم الفيديو. يلا الحمد لله. عملت بقى رز أبيض وعملت سلطة طحينة جنب السمك، وكان طعمه خطير جدا. ممكن تعملي سلطة خضراء جنبهم. ايه رأيكم في الجمال ده؟ لوحة فنية يا جماعة، وطعمه مفيش احلى من كده. على فكرة خفيف جدا، اخف من المجلي، واخف من المطجن الصواني او المطجن. السمك ده خفيف جدا، خفيف، ولو كلت واحدة او اتنين مش هتحسوا ان هو لا
تقيل على معدتكم، لا بالعكس ده خفيف جدا وطعمه مسكر وطعمه جميل جدا، وفي نفس الوقت مش بياخد اي وقت نهائي، بيخلط بسرعة بسرعة كده. انا بحب الاكل السريع ده ولا بيكلفني في المواعين وبص الاقي الرخامة مليانة ورايا، وفي نفس الوقت ما كلفنيش حاجات كتير يعني. بس كده تعالوا نجيب كده شوية سلطة طحينة ونحط على السمك، ونختار حتة كده مفيهاش شوك ونغرقها بالسلطة الطحينة، ونحط بقى على الرز يا سيدي، مفيش احلى من كده. شايفين الجمال؟ السمكة بيضة من جوه ومستوية مهرية، مش مستوية دي مهرية، وفي نفس الوقت ما خدتش وقت اصلا في الفرن، بس استوت بسرعة. شايفين الجمال؟ يلا اديله اديله، ايه الحلاوة دي؟ هتجربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها ايه. وكمان ما تنسيش تحطي لي اللايك يا جميلة، انزلي حطي اللايك واشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش في القناة، وفعلي زر الجرس، واكتبي لي كومنت حلو وقولي لي ايه رأيك في السمك السنجاري النهاردة. وبس كده، يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.